آخر ما كاين في العقوق، آخر ما كاين في سخط الوالدين، آخر ما كاين في الجرائم. أغرب جريمة وضد من؟ ضد الأم ديالو. أول خروج الأخت نتاع مسخوط الوالدين كتبرر علاش خوها مسخوط حتى لهاد الدرجة، كتوضح العذاب والمعاناة اللي عاشت معاه فيها. الأخت كتقول بأن الأم ديالها درويشة وما كتقدرش تهدر، وكتبغي داك الولد بزاف لأنه جا من مور 3 نتاع البنيتات، رباتو كبراتو فشاتو، وكانت ما كتحرمو من حتى شي حاجة. كانت كتخدم بالليل وبالنهار باش توفر لداك الوليد داكشي اللي بغا، ولكن داك الوليد كبر ولا فرعون ولا صعصع عليهم في الدار. بحكم ان الاب ما كاينش توفى الله يرحمه، كانت الام منها الاب ومنها الام كتخدم، واللي كتب الله كتجيبو لوليداتها. البنيتات كبروا شي شويه، ما قراوش شي قرايه، خرجوا وبداو تيخدموا الخدمه نتاع الحلال، واي حاجه كانوا كيجيبوها للام ديالهم. وحده من داك البنات تزوجات وولدات، واخا هكاك ما نساتش مامتها. وجوج نتاع البنات مازالين جالسين مع مامتهم خدامين كيف ما قلنا، وما كيحرموا امهم من حتى شي حاجه. ولكن الولد عمرو ما خرج ولا قلب حتى على خدمه، ماشي يخدم، ما كانش اصلا تيقلب على خدمه. كان مولف بان امو خواتاتو اي حاجه بغاها كانوا كيجيبوها له. وصلوا لدرجه انهم ولاو كيجيبوا له حتى البليه، ومن بعد ولا كيطلب منهم على انهم يحطوا له المصروف ديالو في النهار. يعني هما بثلاثه بيهم كانوا كيحطوا له المصروف اللي النص نتاع المصروف اللي كيصوروه. هما ينوضوا في الصباح بكري ويمشيو يضربوا تماره ويجيو عيانين، ويبداو يوجدوا لان امهم عيانه وكبرات، يوجدوا التماره نتاع الدار ويصبنوا ويسيقوا ويوجدوا الماكله، وهو يصيبها بارده ينوض من النعاس يصيب الفلوس فوق الطبله. والنهار اللي ما يصيبش الفلوس فوق الطبله فكتكون ليلتهم ليله وكتكون ليلتهم كحله. كيمشي يتسلف ويتلف ويسكر ويجي ويحيح على من؟ على مو وعلى خواتاتو، ويدير لهم الشوهه ويسب ويعاير باللي كاينه وباللي ما كايناش. وحنا كنعرفوا المغاربه بان عقلهم كبير وواعي، والقليل اللي غادي يتيق هاد الهضره هادي وغيكونوا عارفينه بانهم سخط الوالدين بالطبع، وحيت ما عطاوهش الفلوس داكشي علاش دار هكا. ولكن داك الاغلبيه القليله اللي غتيق هاد الهضره، كيفاش غادي تكون النفسيه نتاع هاد البنات وهاد المراه هادي اللي مزوجه؟ كيفاش غادي تكون النفسيه نتاع داك الام وهي كتشوف بان ولدها كيعايرها معيور اللي خايب؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والامر ولا كيتطور نهار على نهار، ولا كيهز السلاح الابيض على خواتاتو وعلى امه، ولا كيهددهم، ولا كيقول بانه شي نهار غادي يصفيها لهم. والنهار المشؤوم، نهار الكحل، النهار اللي كانت ما طلعاش فيه الشمس، النهار اللي كانوا هاد الخواتات الاخت الكبيره كيف ما قلنا مزوجه وفي دارها، ولكن واخا هكاك ما كتنساش ميمتها، وجوج خواتات راهم في الخدمه وفي التماره. بقى غير هو والام وتيقول لها حطي لي الفلوس دابا، كتقول له وليدي راه ما عنديش منين نجيبها لك. كيف ما شفنا الام درويشه وما كتقدرش تهدر وما كتقدرش حتى انها تدافع على راسها. كان كيسولها الصحفي وكيقول لها شنو بغيتي ديري مع هذا الولد؟ كتقول لهم بغيت غير حقي منه، بغيتهم غير ياخذوا حقي منه، يعني غير يتشد في السجن وياخذ المجرى القانوني ديالو. ما كانتش شي مراه اللي كتغوت وكتقول لهم ولدي مسخوط داير الفاعل داك ربيتو لا، كانت كتهضر غير بشويه. وهنا كي كنعرفوا بان هاد الام هذه درويشه وماشي نتاع الصداع وماشي نتاع المشاكل، وكانت باغا ولدها على انه يكون احسن ولد في الدنيا. ولكن هاد الشيء ما قدر الله، لان راه ماشي حنا اللي كنربيو. راني فايته قلتها في واحد الفيديو وغنولي نقولها في هذا الفيديو الثاني، راه ماشي حنا اللي كنربيو، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعاوننا في التربيه. ملي كنهزو يدينا للسما وكندعيوه وتنقولوا يا ربي لما تعاوننا، يا ربي لما تبعد عليهم ولاد الحرام، يا ربي لما تنجيهم، يا ربي لما تخرجهم ذريه صالحه، وربي راه تيعاون. راه تعيا ربي، راه كاين لي الام والاب ماشي غير الام بوحديتها، الام والاب ما خلاو ما داروا، سهروا الليالي وقراو وعطاو الفلوس وبرعوا وفشوا، واخا هكاك خرج عوج. وكاين اللي تربى غير تربيه غير نتاع الزنقه، كاين اللي تربى غير تربيه غير في الخيريه وخرج احسن واحد في هاد الدنيا. هاد مسخوط الوالدين كيف ما قلت لكم ما مربيش وما ترباش،
عيات تفشش فيه هاد المرأة، وعيات تحيد من البنات وتعطيه، وعيات ترغب فيه، وعيات تطلب له الهداية، وعيات تقول يا ربي يا ربي، ولكن ما مكتابلوش على انه يكون مرضي، مكتابلو على انه يكون مسخوط. داكشي علاش اخر ما كاين في الجرائم شنو دار؟ هز الكوكوت وبدا كيسخنها ويحرق الام ديالو، والام ديالو حرقها، حرق البزوله اللي رضع فيها، حرق لها صدرها، خلاها كتغوت وكتشوط وكتعذب، ومن بعد مشى بحالاته وغبر. دابا هذه 3 ايام وهما تيقلبوا عليه، ولكن اليوم نال المصير ديالو وتشد. جريمه ضد الاصول، وانا متاكده بانه ما غاديش يسمحوا له. واخا الام غادي تجيها واحد الفتره وغادي تندم وغادي تسمح الكبده اللي ما جربهاش تنقولوا هبيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يكون مع هاد المرأة، والله يشافيها، والله يعافيها، والله يزدر عليها. وهذا المسخوط هذا راه كيفاش غادي يعيش حياته؟ كيفاش غادي يعيش حياته هو مألم الأم ديالو؟ كيفاش ملي غادي يجيه لحظة الندم كيفاش غادي يعيش مع ضميره وهو كيألمه وهو يعذبه لأنه دار واحد الجريمة خطيرة 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 خطيرة، جريمة مع الله ومع العبد، كبيرة من الكبائر. ولكن الله سبحانه وتعالى شنو تيقول كيف كما تدين تدان. عيشهم في العذاب لا الام ديالو ولا خواتاته سنين واعوام، وعياو يهضروا معاه، وعياو يدخلوا الجيران، وعياو يتبتوا فيه، وعياو يقولوا له اللي خاصاتك نجيبوها لك على قد الجهد ديالنا. ولكن نقص علينا صداع، نقص علينا شوهه، نقص علينا فضيحه، ولكن هو اللي في راسو. ودابا غادي تقلب الادوار، وجا الوقيته اللي غادي يتهناو منه. واخا داك الام مسكينه راها في العذاب نتاع داك الحريقه ونتاع داك التشويطه اللي راها فيها، ولكن نتمنوا من الله على انها تعالج وتداوى جسديا، اما نفسيا فالله يكون معاها، والله يشافيها ويعافيها ويهدن هذاك العذاب اللي غادي تعذب، داك الجرح النفسي اللي غادي تعيش به راه صعيب بزاف. كل ما شافت في الجسد ديالها وشافت داك الحريقه وتفكرات بان ولدها هو اللي دار داك الشيء راه صعيبه بزاف. لا يكتبها لا على عدو ولا على صديق. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نتمنى من الله على ان هذا الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين ولا لا يخطيكم عليا. شكرا بزاف الناس الجداد، شكرا بزاف بزاف بزاف. محتاجه ليكم ومحتاجه للدعم ديالكم. ما تنسونيش من الاشتراك باش تكبر العائله ديالنا ويوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حتى الفيديو جاي ان شاء الله.